في بداية كل يوم جديد ما نفكرش في أي حاجة حصلت في اليوم اللي قبله تعكنن علينا تضايقنا تخرجنا من المود. خلينا كده نستقبل يومنا بنشاط وحيوية. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، ربنا ما يحرمني منكم أبدا ولا من كلامكم الحلو. تعالوا النهاردة نبتدي معانا يوم جديد وصباحكم عسل وفل وورد وياسمين على عيونكم يا أحلى ناس في الدنيا. فتعالوا النهاردة نبتدي يومنا جديد بنشاط وحيوية. نعمل بقى شوية الشاي بلبن اللي بيظبطوا الدماغ كده، ونحط كده الكوباية بتاع ملك عشان ما ننساهاش، ونظبط الدنيا كده. هنحط بقى، شوفوا انا قاعده ادور على معلقه صغيره، ان الاقي معلقه صغيره مش لاقيه. مش عارفه الظاهر عيالي او الظاهر ابني مالك بياكل الزبادي ويرمي المعلقه بالزبادي في الزباله لان انا بدور على معالق صغيره مش لاقيه خالص. مش مشكله، هنتصرف باي معلقه، مش لازم معلقه صغيره. وهنعمل شويه الشاي بلبن بقى اللي ايه في قلبك يا اختي، انت في قلبك. هما كده اللي فوقوا. انا لولا بس يعني لولا بس الملامه كنت شربت شويه قهوه، لان انا ببقى محتاجه الصبح حاجه تفوقني قويه جدا، مش شويه الشاي بلبن بس، لا، ببقى محتاجه حاجه قويه. بس انا من الناس اللي بتحب الشاي بلبن قوي، والمسكافيهات والحاجات دي كده بتتعب لي معدتي على الصبح. لا، لازم الاول الشاي بلبن، وبعد كده الواحد كده ياخد ويدي. وعادي ممكن يعمل مسكافيه في نص النهار، في اخر النهار. بحب اكتر اشرب المسكافيه في اخر النهار مش في نص النهار، فاهميني؟ لكن الصبح لازم شويه الشاي بلبن كده اللي يفتحوا المعده كده، يقول لي المعده بتاعتك استقبلي اللي انت عايزاه. النهارده يا ولاد انا عايزه اقول لكم ان انا قايمه بدري، انا قايمه بدري فالنهارده بقى بعت ابني قلت له هات لي طعميه. الفيديو ده متصور، عايزه اقول لكم ان الفيديو ده متصور من يوم السبت. احنا بقينا التلاتة النهارده، والله ده متصور من يوم السبت. المهم بقى قلت لابني روح هات لي طعميه، وكان في عيش سخن كده. اول ما شميت ريحه العيش لسه جاي من الطابونه سخن كده ومفحفح، قلت لا بديهاش، هي على طول طعميه وعيش من العيش السخن الجميل ده كده، وشويه الشاي بلبن. ما حطيتش على فكره مع الطعميه خضار ولا اي حاجه، بحب اكل الطعميه سخنه كده مع العيش وشويه الشاي بلبن بس، فقط لا غير. فطرنا وظبطنا نفسنا وقمت بقى. عندي بقى كل حاجه رايقه، ما عنديش حاجات في المطبخ كتير، بس عندي كام حاجه عايزه تتعمل. يعني كنت ناقعه بتاع ده، كنت عاملاه برام، فانا كنت ناقعاه عشان ايه؟ اطلع الصينيه دي عشان اطلع منها ايه الرز بسهوله، ما اقعدش اتعب كتير. وما كانش عندي اي حاجه تانية، يعني ما كانش عندي اي مواعين تاني. نقعت الرز بتاعي اللي انا هطبخه، بحب انقعه على السريع كده على طول. ونقع الفراخ بتاعتي، انقع الحاجه بتاعتي كده بقى، اخرج اشوف دنيتي فيها ايه. عايزه اقول لكم ان انا كنت قايمه بدري، فهعمل شغل كتير جدا وهنطبخ وهناكل، ودوبك لسه الظهر مدا، فانا كنت قايمه بدري. عايزه كمان اقول لكم مش قايمه بدري ان انا قايمه من الساعه 6 الصبح و7 الصبح، لا. يعني احنا مش في مدارس ومش حاجه، فمش هقوم من الساعه 6 والساعه 7 لاني مش ورايا حاجه اعملها. قايمه بدري يعني قايمه الساعه 9. ممكن كمان اوقات بقوم الساعه 10. يعني ده بالنسبه لي قايمه، بالنسبه لك قايمه بدري يا ام كريم؟ اه، ده احنا في انجاز انا عايزه اقول لكم ان بعد الولاده قعدت شويه كتير، لان كنا في رمضان كمان. قعدت شويه كتير بعاني ان انا مش عارفه ان انا ارجع زي الاول، او مش عارفه ان انا يعني بقيت بقوم الساعه 12 او من الساعه 1. بقيت بقوم متاخر جدا. من شوف قعدت فتره كبيره جدا ان انا قاعده اقول إيه، اقاوم ما بنامش بقى طول الليل، دماغي مش عارفه ايه. فكنت بتاخر جدا في الايام جدا. والحقيقه انا كنت يعني بقول لا، انا زودتها قوي، يعني 12 واحده الموضوع زاد قوي مني يعني. وبقيت بنام كتير. آه، او مش بنام كتير، يعني انا من قله ان انا ما بنامش بالليل بعوضهم بالشويه بتوع النهار دول. بس طبعا ما يغناش ده نوم النهار، ما يعملش اي حاجه زي نوم الليل. شويه النوم بالليل دول بجد بيظبطوا الجسم وبيظبطوا الدماغ وبيظبطوا كل حاجه. فعشان كده الواحد بيقوم الصبح مش شايف قدامه ومش عارف يعمل حاجه. فقلت لا، لازم ايه وقفه كده. قلت خلاص احنا المدارس جايه علينا، فعلشان ما تعبش كده ان انا من انا اقوم الساعه 12 ارجع اقوم الساعه 1 الساعه 7 الصبح، فكده المسافه هتبقى بعيده قوي وجسمي هيتعبني في اول اسبوع وكده. فانا قلت انا هعود عيالي واعود نفسي ان احنا تدريجي كده. يعني احنا دلوقتي مثلا بنقوم مثلا ايه الساعه 9، شويه كده اما المدارس تيجي نقوم مثلا الساعه 7 الساعه 6 زي ما احنا متعودين. فالمسافه كده احنا قربنا المسافات ما بقتش بعيده، فاهميني؟ يعني ناخدها تاتا تاتا، كل تاتا تاتا يا بطاطا المهم كنست الحته، واي حته كده مش حاطه فيها سجاد ببدا امسحها كده، بالذات اللي ايه انا عندي الانتريه عالي. فالانتريه عالي دي اي ورقه اي عفاره اي حاجه. المروحه عشان مروحه سقف في النص بتنطر لبعيد، يعني بتنطر اي ورقه تطلع تجري تحت الكنبه، نطلع نجري نجيبها. اي ازازه مالت تطلع تجري تحت الكنبه
كده يعني. فكل حاجة بتجري تحت الكنب، حتى العفار، آه ال... لو اي حاجة بتطير، لو عفراية، لو اي حاجة بتطلع تجري تحت الكنب. فانا لازم المع كده تحت الكنب كل فترة. مش هقول لكم بلمع كل يوم، بس كل ما بشوفه انه محتاج. يعني ممكن اوقات اعملها في الاسبوع مرتين، اوقات اعملها كل اسبوع، على قد ما انا المكان اللي قدامي محتاج بعملها. تمام فاهميني؟ يعني على قد ما عيني شايفة المكان لا اتوسخ ما عادش ينفع، خلاص الصبح انا اقوم اروق والمع وكده. يعني اجيب بقى فوطه بقى ولمع بقى الخشب، ولمع الارضيات، ولمع كل حاجه باين. وفي لو انا بقى قادره بقى بشيل السجاد كمان واكنس تحت ولمع ومش عارفه ايه، والنشاط واخدني كده. سجاده الطرق او سجاده المطبخ خفاف جدا 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 جدا، فبشيله بمنتهى السهوله ولمع. واكتر حاجه اصلا بتتلمع معايا هي المطبخ، لاني تقريبا يوم بعد يوم بشيل السجاده بتاعته واديله مسحه، لانه لو مش كده الموضوع هيبقى زايد. او شايفين كده انا قبل اصلا ما امسحه، قبل ما اعمل فيه اي حاجه. فانا اللي هعمله وهنضيفه زي الفل، اني بس هديله تلميعه كده زي باقي البيت، لان كنت قبلها بيوم برضو كنت عاملاه. بس قلت بقى ما دام انا شلت كده فاديله رخر تلميعه كده بشويه المعطر اللي انا حطاهم، عشان تبقى الدنيا تمام، ويبقى ما فيش فيه اي حاجه، وريحه الشقه كلها تبقى زي الفل. حد عايز يتعود على اي حاجه انه يعملها جديده في حياته، ما تقفشيش. يعني ما تاخديش الحاجه قفش مره واحده، او ان انا عايزه اكون مثلا بقوم الظهر وارجع اقوم الساعه 7 مره واحده. لا، خديها تاتا كده تاتا كده، لان هتقعدي على ده فتره حلوه كبيره، فهتعرفي تتعودي عليه. اي حاجة عايزة تتعودي عليها اهم حاجة انك تستمري عليها. فعشان تستمري ما تكبسيش على نفسك مرة واحدة، لا، خديها واحدة واحدة كده. وهموم كل يوم زي ما قلت لك في اول الفيديو، خلي كل يوم بالهموم بتاعته وشيليها من دماغك لليوم اللي بعده، وربنا يدبرها، وربنا يدبر لكم اموركم يا رب، ويسوي لكم اموركم، اللهم امين. شوفوا بقى زي ما عملت في الاوضه والمطبخ والطرقه والكلام ده كله، ده حصل في البيت كله. يعني حتى اوضه النوم زي ما انتم شايفين كده، مشيت عليها ولمعتها وحطيت فيها معطر، وبقت ريحة البيت كله زي الفل. يعني زي الفل. شوفوا انا اوضه النوم مش فرشاها، فكل شويه بقى بالمساحه كده، اول ما امسح المطبخ امسح اي حاجه، امسك اوضه النوم كده الاول كده امسحها، فما بقاش فيها اي حاجه. فرشت بقى الشقه بتاعتي زي ما انتم شايفين، فرشت المطبخ، فرشت الطرقه. وتعالوا يلا نولع على اكلنا الاول، علشان عما الاكل يستوى اقعد انا بقى شويه، عما الاكل يستوى يكون انا خلصت حاجه تانية في يوم. مثلا هقف انشر، هقف هشوف ابني بقى الصغير، هشوف اي حاجة تانية بقى انا المفروض اعمله. انا ما كانش ابني لسه صحى، فانت ما اعمل كده واسيق واعمل لغاية ما هو يكون صحى، واسيب الطبيخ للوقت. يعني انا هولع الطبيخ بقى واقعد معاه. فاهميني؟ احسن حاجة، اكتر حاجة تعباني صدري. الحمد لله، فربنا يسهل. ولعت بقى على اللحمة بتاعتي. اذ يا استاذ ايه الفراخ، هولع كده على الفراخ زي كل مره بنعملها نعملها. يعني أنا طبعا كده يعني ايديا كده شغاله في الفراخ. ممكن كده اطلع دور من الغساله واقف انشره بعد ما الفراخ تتلوح، اما الفراخ كده تتلوح لا تلويحه. بحب اكون ايدي شغاله في كل حاجه. وانا سمي بقى يا ولاد وموتي اللي عطلني. يعني انا اعمل مليون شغلانه، بس ما اقعدش اتعطل راحه جايه بالطفل صغير والكلام ده كله. فهي دي موت وسمي اللي عطلني عن الحاجه اللي انا بعملها. عايزه اركز اعمل الحاجه اللي انا بعملها، ما هتاخدش في ايدي 5 دقايق والموضوع بيكون انتهى. انا بتهيألي ما دام المطبخ نضيف الطبيخ كله ما بياخدش اي حاجه، يعني ان كان الطبيخ ولا اي حاجه. والنهارده كمان انا لسه تعبانه، فمش هعمل اي حاجه. هعمل الشوربه والفراخ وهعمل شويه الرز. كده كده بقالي فتره كل ما اعمل تقليه او حاجه وتتحط زي ما هي، فقلت خلاص هنعمل التقليه في يوم لوحدها وخلاص، مش مشكله. فالمهم بقى ايه، جوزي بقى اللي بيقعد يقول لي هو ايه ده، تعمل لنا شويه رز وشوربه، تعمل لنا شويه فراخ. هو ما بيعجبوش الحاجات دي، فين الخضار فين، ويقعد يسال على الخضار. فانا كان عندي حقيقه طبق بطاطس بتقليه بايت من قبلها بيوم. فقلت خلاص انا ايه هسيب لجوزي. يعني هسيب لجوزي ما يجي ياكل احطه له، واحنا هناكل كده بس من غير اي حاجه. لسه اخر حاجه هعملها السلم، كان حالته صعبه جدا. فقلت لا برضو يا ولاد، ما دام انا كده اسيق السلم بالمره. وخليته زي الفل زي الفل قمره كده، وريحه المعطر بقى كده وزي العسل. وسويت قدام السلم كده في الجزامه، وشلت كل الشباشب والكركبه اللي العيال عاملينها لي. هنا بقت البيت ما شاء الله زي الفل. وفتحت كده الشبابيك هنا، بقول لكم الساعه 10 وانا كنت مخلصه كل حاجه. وكان ابني هنا صح بقى، وهقعد بقى معاه بقى واشوفه محتاج ايه بقى ياكل، محتاج يغير، محتاج الحاجات بقى دي كلها بقى بتاعت الاطفال كده. فهنا البيت بقى زي الفل كده ومفتحاه.
وعلى فكره اليوم ده كمان سبت الباب كده مفتوح شويه كتير كده يدخل الهواء وطاقه ايجابيه، وما شاء الله والحمد لله ولا حول ولا قوه الا بالله. كان يوم من الايام الحلوه ان الواحد انجز كل اللي وراه في وقت قياسي، وما كانش لسه الظهر ادن. على الظهر بعت الصبيان تصلي، وبعد الظهر على طول عملنا الغدا زي ما انتم شايفين واتغدينا. بحس ان اليوم طويل جدا لما بقوم بدري وبخلص كل اللي ورايا. شويه شوربه صافيين وعسل، فراخ المحمره كده زي ما انتم شايفين بمعلقه من السمنه، وشويه الرز الابيض، واستكفينا بكده. انا اتغديت انا والعيال، لكن المواعيد جوزي بتاع الشغل غير مواعيدنا خالص، فاحنا اصلا ما عدناش بنتقابل الزار يا اولاد كده. اشوفكم بقى في فيديو جديد وبدايه يوم جديد تاني، ومع الف سلامه.